السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ديالي اللي هي قناه ديالكم. معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كما العاده، نتمنى تعم فيه الافاده. خوتي خواتاتي، في هذا الفيديو غادي نتكلموا على جوج اخبار جد مهمه، واخبار اللي كتعني للمملكه المغربيه بطريقه مباشره وواضحه. غادي نتكلموا على القمة العربية لهاد سنة 2023، غادي نتكلموا على التنظيم ديالها، التاريخ ديالها، وكذلك على جميع الدول اللي غادي تكون حاضرة. غادي نطرق معكم لهاد الخبر، وطبعا غادي نطرقوا لعلاقة المملكة المغربية مع الدولة المنظمة اللي هي السعودية. كذلك الإخوان غادي نتكلموا على اتصال هاتفي بين ماكرون وعبد المجيد تبون. طبعا غادي نشوفوا بان هذا الاتصال تم من بعد هاد تصريحات اللي عطى الرئيس الجزائري في قناة الجزيرة، اللي تكلم فيها على المملكة المغربية، على علاقة الجزائر مع المغرب، مع فرنسا ومع اسبانيا اللي كنت شاركت معكم في هاد القناة. خوتي خواتاتي، ما تفلتوش هاد لا فيديو بحكم ما غادي نطرقوا ليه هاد الاتصال، وغادي نعرفوا تفاصيل الدقيقة لهذا الاتصال الهاتفي اللي كان بين الجزائر وبين فرنسا، ولا بين ماكرون وعبد المجيد تبون. وغادي نشارك معكم هذه الأمور كاملة وما وراء هذا الاتصال، وكذلك ما وراء هذه المقابلة اللي عطى الرئيس الجزائري في هذه الإذاعة القطرية ديال الجزيرة. بقاو معايا على بركة الله، ندخلوا في صلب الموضوع. أول حاجة وأهم حاجة، تحية كبيرة ليكم الناس ديالي مي خنتي أينما كنتم. شكرا لكم دائما وأبدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك، على البارتاج. طبعا رمضان مبارك سعيد لجميع المتابعين الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما تبخلوش علينا بالاشتراك اللي مازال ما اشتركش، باللايك، بالبارتاج. خوتي خواتاتي، غادي كيف ما قلنا نطرقوا لهاد القمة العربية اللي غادي تنظم في السعودية. غادي نشوفوا بأن هاد القمة اللي غادي تنظم في السعودية، وكيف ما أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، إنه من المنتظر أن تعتقد القمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية نهار 19 ماي المقبل. هذا هو تاريخ اللي غادي تنظم فيه هذه القمة. شفنا بأن القمة اللي فاتت تنظمت في الجزائر وكانت واحد الفراكاسو، ولا كانت قمة فاشلة بجميع نقدر نقولوا الحروف كبارين. يعني نتمناو هاد القمة ديال السعودية تعوض شوية المغرب اللي عاناه في القمة الماضية مع الكابرانات وفي الجزائر. كذلك نشوفوا بأن هاد التاريخ هذا اللي غادي تنظم فيه هاد القمة هذه، كيأكد الأمين العام في تصريح أنها قمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عديدة على مستوى طبعا كبار المسؤولين والوزراء، تمهيدا لانعقادها على مدار 5 أيام. يعني مدة ديال هاد القمة غادي تكون 5 أيام، وكيف ما قلنا غادي تبدا نهار 19 ماي. وطبعا كنشوفوا بأن هاد السنة من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد قمة عربية تنموية في موريتانيا، وقمة عربية إفريقية في المملكة العربية السعودية. خوتي خواتاتي، كيف ما عارفين هاد البريباراسيون كتكون طبعا من يعني طرف الوزراء ديال الخارجية، ولكن جميع المؤشرات تدل بأن جلالة الملك محمد السادس غادي يحضر هذه القمة، بحكم ما كتواجد في دولة اللي هي صديقة وشقيقة للمملكة المغربية. كذلك يعني المغرب غادي يبين، يعني نقدر نقولوا عدم الذهاب ديال الملك للقمة الماضية اللي عملت الجزائر، وغادي يحضر لهذه القمة هذه بحكم ما يعني كيف ما قلنا دولة صديقة ودولة اللي غادي تحترم نقدر نقولوا البروتوكول
تجاه المملكة المغربية وتجاه الصحافة المغاربة وتجاه الوفد البرلماني المغربي والوفد الوزاري والوفد الصحفي. فلهذا يعني كنشوفوا بأن جميع المؤشرات تدل بأن الملك غادي يكون حاضر في هذه القمة إن شاء الله. كذلك الإخوان غادي نطرقوا لهاد المقابل ديال هاد المقابلة ديال تبون في الجزيرة في هاد القناة القطرية. مكالمة بين ماكرون والرئيس الجزائري. غادي نطرقوا لهذا الخبر طبعا لتصريحات كيأكدها خبير في العلوم الإنسانية عبد الله بوصوف كيأكد بأن خطاب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون خلال مروره على الجزيرة هو خطاب موجه أساسا لاستهلاك داخلي نقدر نقولوا تنفيسا عن الشعب الجزائري، وهو ينتظر دوره في الطوابير ديال الحليب والسكر واللحم والبيض، حاجة اللي هي مؤسفة طبعا للشعب، ولكن هذا الشيء اللي كاين وهذا راه واقع اللي حتى شي واحد ما غادي يقدر يخبعه. يعني الشمس ما كتغطاش بالغربال. وأشار بوصوف في مقال له بعنوان مقابل مكالمة بين ماكرون وتبون. كنشوفوا كذلك إلى أن تبرير المرور الأخير للرئيس الجزائري على قناة الجزيرة يفتقد الأسباب الموضوعية، وأنه ظهوره المتكرر أظهر عيوبه التواصلية والمحدودية نقدر نقولوا ديال قدرته في الإقناع، مبرزا أن أسئلة الصحفية الجزائرية كانت مخدومة على مقاسات الصحراء المغربية وإغلاق الحدود ونقطة لا للعودة ومغازلة الشعب الإسباني. كيف ما عارفين يعني تكلم في هذه الأمور كاملة، أكد بأنه غادي يتم الصلح مع فرنسا، غادي يرجع السفير لفرنسا مع إسبانيا ما حد باقي سانشيز ما غادي يكون والو. إلا تم تراجع من طرف إسبانيا على دعم وسند مغربية الصحراء غادي يكون صلح، وأمور أخرى اللي لا علاقة بها من الحق ولا من الصح. لا أعتقد أن مرور رئيس الجزائر على قناة الجزيرة القطرية في 23 مارس يجب أن يمر مرور الكرام. ليس لي قوة مضامنة أو لتمييز قراءة للأوضاع الدولية والآفاق الجيوستراتيجية. فالقائمون على النظام العسكري الجزائري دافعوا بالرئيس قدر نقولوا بذاته إلى تنظيم لقاءات الدورية من أو مع الإعلام المحلي أو مع القنوات الأجنبية المعروفة بأجندتها السياسية والاقتصادية، سواء روسيا من روسيا أو فرنسا والعربية، حتى يتعود جميع على مستوى الخطاب سيد الرئيس وعلى مستملحاته السياسية والعنصريات القوة الضاربة في ملفات ساخنة ونقدر نقولوا ليبيا وتونس وسوريا وإثيوبيا ودول الساحل. ودور الجزائر في تراث الدول الأوروبية وتأسيس جمهوريات أوروبية انطلاقا من الجزائر وتحرير جنوب أفريقيا وتيمور الشرقية وغيرها من المفرقعات الإعلامية، وهو خطاب موجه أساسا لاستهلاك داخلي تنفيسا عن الشعب الجزائري، وهو ينتظر دوره في طوابير للأسف. خوتي خواتاتي، فكنشوفوا بأن هاد الأخبار اللي هي أخبار جد نقدر نقولوا حصرية اللي كنشاركوها معكم. كنشوفوا بأن النظام العسكري من بعد هاد التصريحات اللي كان نقدر نقولوا مخطط لها سؤال وجواب يعني من الأطراف بجوج، يعني في قناة الجزيرة بغات تبين شي حاجة اللي ما وصلش ليها، بغات نقدر نقولوا تجلب الأنظار، ولكن كان هاد التصريحات فاشلة ثم فاشلة. فالمغرب ما خصوش يعرف حتى شي حاجة على فرنسا، مستبي على هاد العلاقة مع فرنسا، مستغني على هاد العلاقة مع فرنسا ومخليها للجزائر، يعني ما باغي يعرف لا على الجزائر لا على فرنسا حتى شي حاجة. فلهذا الإخوان كنشوفوا بأن هاد
التصريحات ديال هذا الخبير فعلا في محل ديالها. وطبعا نتمناو حتى نتوما تخليو لينا التعليق ديالكم وتشاركونا لي كومونتير ديالكم والفكر ديالكم على هذه القضيه هذه. دمتم في رعايه الله وفي حفظه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.